99.9 من الناس دول كلها تهيؤات. انا احكي لك حكايه تهيؤات. انا قعدت سنه كل يوم الصبح الاقي واحد واقف قدام البيت، قدام باب مكتبي. في النهايه قال لي انا هو باين ماليش في الستات، متجوز، مراته لسه بكر لحد النهارده، والناس قالوا له ان انت عشان الموضوع ده ينتهي في كنز تحت البيت بتاعك لو طلعته هتبقى كويس. طلع ديني سنه، وفي النهايه كنت مكلم رئيس الاثار معاه في التنميه مصطفى وزير، يا دكتور مصطفى الراجل ده كذا، والنبي هات الناس، شكل لجنه وراحوا معاه والراجل هرب. لا يعني الناس يعني الراجل ده مدفون له ربط عمل هو يعني بيعتقد كده. هو بيعتقد. هو جاي. طب جاي لك ليه؟ ما هو جاي عشان انا بتاع الاثار اللي ممكن اعمله ده. انا هو بعتقد كده. لا انا بعتقد انه كان بيفتكر انك صاحب امراض ذكوره. يا الهام هانم، يا الهام هانم، انت جايبه الاستاذ يقدمنا ويتخانق معانا؟ لا خالص والله، بس يقول لك عندك امراض ذكوره. ايه الامراض لا الذكوره؟ ما هو الراجل جاي لك بيقول لك انا مربوط ومن المربوط بعد البتاع يبقى ايه؟ يعني المهم ان انا عايز اصل، انا عايز اصل يا جماعه واقول حاجه مهمه جدا. الاثار، انا بفتح التلفزيون اسمع واحد بتاع اثار بقفله. الاثار كلامها مميز، والاثار ممكن يتحط بطريقه ظريفه. يعني انا بتكلم كلام علمي لكن بحط كلامي بطريقه مبسطه ممكن يفهمها رجل الشارع. عشان كده يمكن انا اما بقابل بواب عماره بلاقيه فاهم انا بقول ايه. طب بس يا دكتور زكي، لا بس انت احيانا بتقع في نفس الوضع، يعني انت مثلا شبهت الرئيس الامريكي اوباما باحد ما شبهتوش. لا اتفضل. القصه ان اوباما دخلت مقبره بتاعت واحد اسمه قارب العرب، هو بيتلفت لقى حرف جر حلو، بمعنى حلو. حرف جر الحرف الجر عباره عن ايه؟ بالظبط وش اوباما واثنين ودان اوباما. هو بس قال له الصوره تشبهني. I look like this. انا شكلي ده. انا ببص في المسها كلامك صح، انت فعلا الشكل ده. بيجريب. وديت النسخه بالبرنامج بتاعته. وصلت للناس ايه؟ ان اوباما موجود في الاهرامات. لا ده وصلت لك انت عشان انت مش عارف حاجه. الراجل ده الدكتور وسيم لا لا عادي والله انت متاح لك اي حاجه ماشي، بس انت بقى مقفل على الدكتور وسيم. ازاي؟ انا هقول لك بس انت مش عايزه يتكلم في الاثار، رغم ان الراجل لما بيتكلم انت قلت كلامه عسل صح؟ طب خليه يقول الكلام العسل. في سم. عايز اقول حاجه بس عسل في سم. السم ايه؟ ان مخ الشعب دخل في دماغه ابو واد الملوك التاني اللي مش عارف ايه هيحل مشاكل مصر. يعني انا بكلمك يا دكتور عن كلام. لا ما هو يا ريت هو اللي اما تقول الكلام ده يا ريت تقول بالطريقه اللي انت انا بالطريقه دي اطلاقا. انا سمعتك بنفسي. انت كنت لسه مع ست بتاعت قناه مصر مش البنت الصغيره الحلوه ياسمين. انا سمعتها. انا كلمت، انا صدقت. كنت عايز اكلم الدكتور وسيم اقول له حرام عليك يا دكتور وسيم، انت الوليه قاعده تسمع كلام المصدقات كلها وتقول لك والكلام ده طبعا حصل. انت بتحيدها لي موضوع الكلام ده. طب يا دكتور وسيم انا بلاحظ الاتش، انت بتقول الاتش ان الكتاب الفلاني للمؤلف الفلاني في الشابتر كذا في السطر كذا مش ممكن. انا شخصيا ببقى مذهول، يعني انا شخصيا في موضوع الكائنات الفضائيه ده انا حسيت ان انت اصلا كنت معاهم. ازاي التواصل لدرجه ان انت التماهي مع هذه القصص لدرجه تبنيها حد يجيب حبه الدكتور وسيم على انها حقائق وبعدين اهانه الحضري. انا اذكر يوميها ذكرت لك دايره معارف البريطانيه صفحه كذا بتقول كذا، انا قايل لك الكلام ده. بتقول ان في كائنات فضائيه حادثتين في دايره معارف البريطانيه جايبين حادثه حظر واحد نيو مكسيكو والثانيه البرازيل مظبوط، وجايبين الحادثه بالظبط زي ما في فيزيكال ايفيدنس هم وجدوها. واحده منهم الترا بيور مغنيسيوم وذ هاي كونتنت اوف سترونشيوم، وان هذه ماده مصنعه ايه المشكله يا دكتور في دايره المعارف في كلامك؟ ايوه ده صورها لك انا عارف. بتكلم انجليزي على كلمه عربي.
الدكتور اللي مش تكريس مصدقك مغنيسيوم. عشان تكون في الصوره انا مصدقك الدكتور اللي مش مصدقك انت محتاج وبعدين على فكره الدكتور الضماطي شبه مصدقك ايهاب مصدقك انت مش لسبب ليه مش مصدق؟ ليه مش مصدق لسبب آه. الدكتور دلوقتي وسيم قايل ايه؟ اه قال لك وادي الملوك الاول ده ماليش علاقه بيه ده فلان الفلاني صح ولا لا؟ مظبوط. جميل وادي الملوك الاول مذكور في كتاب اللي احنا بنتكلم عليه كويس. دلوقتي من 2016 واخر الفصل ده حاجه لطيفه جدا الاقتناع الكامل اتمنى ان يبعد عنه ما اعرفش مين والنصابون والافاقون كده دعاء كأن المصري القديم هو اللي بيقوله وبعدين يعني دكتور وسيم بترجم نص لا مش في دعاء؟ بيترجم النص بيحكي حكايه وادي الملوك الاول وازاي ان واحد راح له وقال له كذا ومحامي كويس، راح له لسه كويس. موجود وكما تمام كويس. وبعدين بعته للدكتور خالد عنان تمام مظبوط. كده؟ طب انا فضولي الانساني سيدي انا فضولي الانساني ايوه اعرف المفروض ان انا اعرف ايه اللي حصل في المقابله دي انا مكنتهم ان هم يقابلوا بعض الدكتور في اللقاء الاخير بتاع الاستاذه ياسمين عز قال انا وصلتهم ببعض وما سالتش بعد كده لحد ما الصحفي او المذيع الكويتي محمد الملا سالني فاتصلت سالت ده الكلام ده كان بعدها كويس. بكام سنه ايوه تمام فضولي البشري فين؟ مفيش هو قام نفى دلوقتي حالا قدام الجميع هنا علاقته بوادي الملوك الاول تفريغ المقابله بتاعه محمد الملا محمد الملا هو بس المقابله دي على فكره 20 سبتمبر اللي فات كويس لما الدكتور وسيم قال لا ده في برنامج ياسمين عز قال انها كانت 2013 ايا طب كان ايه الموضوع؟ الموضوع باختصار قالت له بيساله محمد الملا بيقول له دكتور وادي الملوك قال له دكتور وسيم وادي الملوك الاول ممنوع الكلام عنه المذيع مين قال ممنوع الكلام عنه يا دكتور وسيم انا مش قادر اتكلم لان اللي بيتكلم عنه بيعرض نفسه لاضرار كتيره جدا اقف فين؟ لا ده كتير يا دكتور كتير تعالى لي تعالى لي ليه بقى؟ انا يا هبي اتفضل دي ايه اللي ممكن هقول يتعرض لك ليه؟ لان انا لما محمد الملا لما جه